لقد وصلت إلى المستشفى في الوقت المناسب يا فيروز. لقد أصابك جفاف بسبب كثرة الملح الذي أكلته، ويبدو أن حاسة التذوق عندك ليست في أفضل حالاتها، ولهذا لم تنتبهي أن الزيتون كان مالحاً جداً. وحاسة الشم أيضاً يا دكتورة، لم تكن تشم أي رائحة في معرض الزهور. إذن هذا يؤكد شكي، أنت غالباً في بداية دور برد شديد أو التهاب في الجيوب الأنفية، لكن لا تقلقي، مع العلاج إن شاء الله ستعود حاستا التذوق والشم كما كانتا. سنأخذ العلاج ونلتزم بالتعليمات. اتفقنا؟ اتفقنا يا دكتورة. هل كان الزيتون لذيذاً جداً؟ رائع يا دكتورة. هل تأخذي واحدة؟ لا شكراً. ألف سلامة عليك يا فيروز. إن شاء الله عندما تأخذين العلاج وتستريحين ستصبحين بخير. شكراً يا دكتورة، إلى اللقاء. انتظرا قليلاً. قولا لي، هل وجدتما توليب في معرض الزهور؟ صحيح، المسابقة. كانت هناك مسابقة يا دكتورة، وقد أوشكت على البدء، والجائزة كانت زهور التوليب. فراولة كانت تريد الفوز، لكننا خرجنا بسبب تعبي. إذن سأذهب أنا لألحق بالمسابقة. خذيني معك يا دكتورة. عجيب 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 عجيب. كوكب العجائب. هل هذا هو مركز صيانة براعم التذوق يا شيف برعوم؟ نعم يا سفروت، شكرا لأنك وافقت أن توصلني. أكمل جميلك وادخل معي. أقصد حسنا حاضر. لست قادرا يا باشمهندس شوكولاتة، يبدو أنني كبرت وتدهورت صحتي. كيف تقول ذلك؟ أخبرني، لأي لسان تعمل؟ أنا برعم تذوق على لسان فتاة صغيرة. ربما هذه الفتاة عندها برد أو جيوب أنفية يا شيف برعوم. لا تقلق، دعني أفحصك جيدا. يا إلهي، ماذا يا باشمهندس؟ أقلقتني. لا تقلق، أنت بخير وكل خلاياك سليمة. الخلايا التي تلمس الطعام بخير، والخلايا التي تسندها ممتازة، وكذلك الخلايا العصبية المتصلة بها، والتي تبعث إشارات إلى المخ ليتعرف على نوع الطعام الموجود على اللسان. كل شيء تمام كما توقعت. غالباً الفتاة عندها دور برد شديد. يا باشمهندس شوكولاتة، أنقذني أرجوك، أنا مريض جدا. سلامتك يا أستاذ شمشوم. لحظة فقط، أنتهي من شيف برعوم وأفحصك. بسرعة أرجوك. منذ أن دخل كيلو الزيتون الذي أكلته فيروز إلى تجويف الفم وأنا سأجن. كيف لم تصلني أي رائحة له؟ والذي أحزنني أكثر أنها دخلت مكانا ممتلئا بالورد والزهور، وتخيل لم أستطع أن أشم زهرة واحدة. سلامتك يا أستاذ شمشوم يا جاري. أيعرف بعضكم بعضا؟ نعم، فأنا خلية أعمل في المنطقة الشمية، واشف برعوم متذوق في اللسان، أي أنه يسكن تحتي. أنت تعلم يا باشمهندس المنطقة الشمية، أليس كذلك؟ يبدو أنك لا تعرفها. يا إلهي، كل الناس لا يدرون شيئا عن بيتي، لأنه طبقة رفيعة جدا من الخلايا موجودة في سقف الأنف. لا أبدا يا شمشوم، إنني أعرف بيتك جيدا، بدليل أنه يوجد في أعمق مكان في سقف الأنف، ولذلك عندما نريد أن نشم رائحة شيء ما بقوة نقرب أنوفنا منها أو نأخذ نفسا عميقا
حتى تصل الرائحة إليك أنت وزملائك في المنطقة الشمية وتتمكنوا من التعرف عليها، أليس كذلك؟ عجباً، ممتاز يا باشمهندس. أرني لأفحصك. كل شيء تمام 100% يا شمشوم، أنت بخير والحمد لله. لكن بسبب دور البرد عند الفتاة حدث انسداد في الجيوب الأنفية ومنع وصول الروائح إليك وإلى الخلايا التي حولك، فلم تستطع الشم. وما شأني أنا يا باشمهندس؟ عندما لا يشم شمشوم وزملاؤه فإن الإشارات تصل إلى المخ مشوشة، فلا يشعر بطعم الطعام، لأن المخ لا يفسر الطعم إلا عندما تصله إشارات عن الطعم والرائحة معا فيستطيع تفسيره. سبحان الله، كل هذا من أجل أن يعرف الإنسان طعم ما يأكله؟ لقد تبين أنك مهم بالنسبة لي يا شمشوم. أهم شيء أننا اطمأننا، والحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله عندما تشفى فيروز سنصبح بخير. فيروز؟ يا إلهي، بعد إذنك يا شيف برعوب، علي أن أسافر إلى كوكب الأرض حالا. عجيب 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 عجيب. كوكب العجائب. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم في فقرات حلقتنا بعد أن عرفكم فريد على أنواع الزهور والنباتات المختلفة في المعرض. الآن موعد الاحتفال والمسابقة، ونشاهد الآن أطفالا يرتدون زيا على شكل زهور جميلة. يبدو أنهم سيغنون: أجمل وردة وأحلى صباح، معرضنا كل يوم أفراح، نعناع ياسمين وريحان، تستنشق تسعد ترتاح، ولنا في أشكالها متعة، ألوانها بهجة وبراح، أصفر أحمر أزرق وردي زهري والأخضر والضاح. أجمل وردة وأحلى صباح، معرضنا كل يوم أفراح، حمدا لله تعالى ربنا خالق الأرواح. والآن مع السؤال الأول: قرية في مصر تشتهر بإنتاج أكبر محصول زهور عطرية في العالم، ما اسم القرية وما اسم تلك الزهرة؟ قرية شبرا بيلولة بمحافظة الغربية، والزهرة هي الياسمين. ممتاز، 10 نقاط لفراولة. والآن السؤال الثاني: ما الموطن الأصلي الأول لزهرة التوليب؟ هولندا. إجابة خاطئة. تركيا، ثم انتقلت زراعتها إلى هولندا. إجابة صحيحة. ممتاز يا فراولة. الفائزة بالجائزة هي فراولة. أخيراً سأزرع زهور التوليب، ما أجمل أبصالها. تفضلي يا دكتورة، لابد أن تشاركيني الجائزة. شكرا يا فراولة، أشكرك جدا، شكرا جزيلا. وأنت أيضاً يا فريد. شكرا يا فراولة. الحمد لله. يرحمكم الله يا فريد. هل وصلت الآن يا سفروت؟ طيب تفضل. ما هذه العلبة؟ البسبوسة؟ شكرا يا فريد. ما هذا؟ هي بصلة أم ماذا؟ هذه بصيلة التوليب يا سفروت، تزرع لتنبت زهرة رائعة الجمال. لا، لم نتفق على هذا يا فريد. لقد قلت بسبوسة لا بصل. انتظر، إلى أين تذهب؟ تعال إلى هنا. أهلا بمعجزة.